النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم طريقه الفراخ المحشيه بالرز بالنعناع. اول حاجه انا جبت معايا حله وحطيت فيها زبده وحطيت فيها زيت وحطيت فيها كمان حوالي بصلتين كده قطعتهم وحمرتهم بالشكل دوت. هقلبهم كده في الزبده والزيت. انا حمرت البصل وبعد كده ضفت لها قطعه من الزبده. الرز بالنعناع من الحاجات اللي بيبقى طعمها حلو في الفراخ المحشيه، وحاجه مختلفه وجديده، مش كل الناس عارفاها. يعني طريقه الرز بالنعناع او الفراخ المحشيه بالرز بالنعناع. بنشوح البصله بالشكل دوت كده. اول ما يبقى لونها ذهبي كده ببدا اضيف لها بقى معلقه فلفل اسمر. الاساسي في الوصفه بتاعتنا النعناع اهو، النعناع الاخضر الناشف اهو. انا بجيب النعناع واغسله، وبعد ما اغسله بروح مصفيه واحطه على فوطه على صينيه لحد ما ينشف ويبقى بالشكل دوت، ينشف في العيدان بتاعته. وبعد كده بفركه وبيبقى كده. والنعناع من الحاجات المفيده، بنستخدمه كاعشاب وممكن نستخدمه مع بعض الوصفات. بحط كميه بقى كويسه من النعناع وبفركها كده عشان يبان طعمه. وبحط بعد كده بقى اهي بقلبها هنا كده. ببدا بجيب بقى الرز بكون غسلاه اهوت ومصفياه واضيفه على النعناع. هضيف كمان دلوقتي الملح. كل كوبايه رز عليها معلقه ملح، هي مكعب مرقه. كل الحاجات ديت بحطها مع بعض وابدا اشوح كده. خلاص انا قلبت بقى الرز في التوابل والنعناع والبصل والزبده. هبدا بقى اضيف له الميه. كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه، او انت بتضيفي بقى الميه لحد ما بتغطي الرز بتظبطيها يعني. ولو مش هتعرفي تظبطي الميه على الرز بتعايري بقى نفس الكوبايه اللي بتعايري بيها الرز بتعايري بيها الميه. والرز دوت انا مش هسويه للاخر، انا هسويه نص سوا عشان انا لسه هحشي بيه الفراخ كده. الرز محتاج شويه ميه تاني. وبرده وانتي بتعملي الرز، ولو بعد ما الرز شرب الميه ودخل في السوا وحسيتي ان هو لسه ما استواش ومحتاج شويه ميه، ممكن تضيفي له ميه عادي مش هيحصل حاجه. بتضيفي الميه وتقلبيها فيه وبعد كده بتغطيه وتسيبيه على نار هاديه ويستوي معاكي. دلوقتي انا في المرحله ديت انا هعلي النار واغطي الرز واسيبه لحد ما يشرب الميه اللي فيه ديت. وبعد كده هبقى اوطي عليه النار لحد ما يستوي نص سوا وبعدين هحشي بيه الفراخ. فراخ هنا شفتها الاول كويس من جوه كده، لازم من جوه ما فيهاش اي زوائد ولا اي دهون. وبتفتحي بتعملي فتحات هنا، بتفتحي كده الجناب ديت عشان دي اللي هنحط فيها الحشوه. وانا دلوقتي نقعاها في ميه وملح وخل، وبعد كده هبدا اشطفها تاني وهوريها لكم بعد ما اخلص. سلطه بابا غنوج انا جبت البتنجان بالشكل دوت وحطيته على عين البوتاجاز، جبت صاجه او الشياطه وحطيتها، وبعدين حطيت عليها البتنجان ده كله لحد على نار هاديه لحد ما استوى معايا كده بالشكل ده اهو. ده كله كده اهو بتلاقيها طريقه البتنجانه معاكي او بنفتحها كده اهي. ونبدا ناخد اللي جواها دوت او بتفتحي كده وتاخدي اللي جواها ونحطه في طبق تاني اهو. والبذر دوت اهو، يعني لو عايزه تشيليه بتشيليه، لو مش حابه تشيليه خلاص. لو هو بذر كتير او لونه بيبقى ساعات بيبقى لونه غامق بنتخلص منه، لكن لو كده بالشكل ده لونه فاتح كده وابيض عادي دوت خلاص ما بيبقاش طعمه مر، لان الغامق هو اللي بيبقى طعمه مر. اهي واحده تاني اهي ديت ما فيهاش بذر اهي. ببدا بالمعلقه كده عشان انا سويته كويس فبيبقى سهل معاكي وانتي بتشيليه اهو كده. هخلص بقيه المقدار وهوريلكم الخطوه التانيه. البتنجان انا نضفته من القشره بتاعته بالشكل دوت. البذره ديت الغامقه دي انا هشيلها اهي.
وانا عندي هنا سلطه طحينه مكونه من توم وطحينه وشويه زيت كده، وبضربهم كلهم في بعض وبزودها ميه لحد ما توصل بالشكل ده. لو مش حابه تعملي حاطه لها معلقه شطه. لو مش حابه تعملي سلطه طحينه خلاص انت ممكن بتضيفي له طحينه على طول من البطرمان. معايا قرنين فلفل كمان اهو، دولت هضيفهم مع البتنجان. دلوقتي انا هاخد البتنجان دوت واحطه في الكبه. لو مش حابه تضيفيه في الكبه ممكن بتعمليه بالهراسه، او ممكن تعمليه بايد الهون، تحطيه في الهون يعني وتدقيه. اضيف الفلفل، والفلفل ده اختياري برضو، لو مش حابه تضيفيه خلاص. انا بشيل بس الراس بتاعته. دوت فلفل مقلي، او لو حابه تشويه برضو وانتي بتشوي البتنجان ممكن تشويه معاه. ضربت خلاص، انا ضربت البابا غنوج في الكبه، وهبدا اضيف له بقى الطحينه. هضيف عصير ليمونه، هضيف شويه ملح وشويه فلفل، وهبدا اقلبه كده مع بعضه. وده شكل البابا غنوج بعد ما خلص معايا. ضيفي شويه زيت زيتون على الوش، بتضيفي مش حابه خلاص اهو ده شكله. هبدا اكمل بقى بقيه الاكل اللي معايا. الفراخ اهي خلاص طفتها كويس وشطفتها كويس وخليتها تتصفي كده، لازم تصفي الميه اللي فيها. هجيب طبق هنا واحط فيه شويه ملح وشويه فلفل، وهبدا دولت ادعك بيهم الفرخه من جوه. هاخد كده ادعك الفرخه من جوه ومن الجناب من هنا كده، من جوه من هنا اهو كده بالشكل دوت، بالملح والفلفل من جوه ومن بره من كل اجزاء الفرخه كده اهي كده. ودلوقتي الرز خلاص استوى معايا نص سوا، وانا شلته من على البوتاجاز. وهبدا باخد هنا شويه كده، لما اجي احشي الفراخ ما بحشيش على حله الرز، باخد شويه كده في طبق عشان بقيه الرز ما يتوسخش معايا. اوزعه كده عشان يطلع البخار اللي فيه عشان اعرف احشي بيه. بجيب الفرخه وابدا بقى احط فيها الرز من جوه من هنا كده، واحشيها من جوه كويس كده، املاها بالرز. وبعد كده ببدا احشي بقى تحت الجلد هنا كده عند الورك. وكل ما بحتاج شويه رز باخد من الحله تاني لحد ما املى الفرخه كويس بالرز. بملى الجناب هنا ده كده شكل الفرخه بعد ما حشيتها من الجناب وحشيتها من الزور هنا كده دوت. هبدأ دلوقتي بقى هجيب قطعة من السيلفر والفها كده، وهمسك كده رجلين الفرخة وهبدأ اربطها كده. ده شكلها. والطريقة ديت ممكن تحشي بيها الحمام، والطريقة دي برضو نفسها ممكن تسوي بيها الحمام وتعملي الخلطة اللي انا عملتها دي لأي حاجة انت حابة تحشيها. الطريقة دي اهي كده. هنا انا جبت الصينيه وحطيت فيها شويه زيت، وهبدا كده احط دوت هنا كده، وهعمل احط الفرخه التانية بعد معاها، وبعد كده هوريكم انا عامل ايه. الفراخ خلاص اللي انا حشيتهم، وهبدا بقى اضيف عليهم ميه مغليه اهي دي كميه الميه اللي انا هحطها لها. وهبدا اغطيها بسيلفر عشان احطها في الفرن على الصاجه لحد ما تستوي الفرخه، تكون داخله في السوا يعني خلاص 3/4 تسويه. بشيل الفراخ وابدا اضيف بقيه الرز تحتيها، وبعدين برجع احطها في فرن البوتاجاز تاني عشان تكمل تسويتها. والرز اللي معايا كمان اللي معايا في الحله هبدا برده احطه هنا في الصينيه عشان يكمل تسويته عشان ياخد طعم الفراخ. هحط هنا على الميه ديت شويه ملح صغيرين كده وشويه فلفل برضو. نجيب بقى السيلفر
وقفل بيه الصينيه عشان احطها في الفرن عشان اسوي الفراخ. هعمل مع الفراخ المحشيه بسله سوتيه. الاول جبت بصلايه وحمرتها، قطعتها قطع صغيره خالص ناعم، وبعد كده حطيتها في شويه زيت وحمرتها بالشكل دوت. ومعايا هنا بسله انا مفرزاها بالجزر. بجيب البسله ديت بفصصها واغسلها، وبعد ما اغسلها بحط ميه مغليه واحط لها معلقه سكر، هي اللي بتحافظ على لون البسله وتخليها لونها اخضر كده وحلو. بعد ما الميه بتغلي بروح حاطه فيها البسله، ساقطه فيها البسله، وبعد كده بتغلي شويه لحد ما بتستوي معايا البسله كده وتبقى طريه. بروح واخداها ومصفياها في مصفى واحط عليها ميه ساقعه واصفيها واحطها في اكياس واشيلها في الفريزر. دي طريقه تفريز البسله الخضراء. وببقى ضايفه معاها جزر برضو. دلوقتي هي دي البسله. انا اول ما باجي اعمل بسله سوتيه باخد البسله واغسلها من التلج اللي بتبقى فيه بالشكل دوت. بحب افكها من التلج يعني. ودلوقتي اهوت انا اهي البصل دلوقتي احمر معايا كده. انا دلوقتي هزود كمان شويه جزر تاني للبسله دي. جبت جزرايه وقطعتها، طبعا الجزره ديت مش مسلوقه. فهبدا احطها هنا مع البصله واشوحها. هشوحها مع البصله كده لحد ما تتشوح شويه، وبعد كده هضيف لها ملح. طبعا احنا بنضيف الملح حسب كميه البسله اللي معانا، وشويه فلفل ومكعب مرقه. انا ضفت هنا نص مكعب مرقه لان كميه البسله ديت مش كتير معايا، فانا بضيف كميه مرقه قليله تدي طعم، بس ما بحبش اضيف كميه كتيره منها عشان لما بتضيفي مرقه كتير بتدي مزازه للاكل. انا عايزه اشوح الجزره مع البصله كده. احنا بقى مش مفرزين البسله، بنبدا نضيفها على طول على البصله كده ونشوحها معاها، ونبدا نضيف لها لو عندك شوربه بتضيفي شوربه، لو ما عندكيش بتضيفي ميه مع المرقه كده بتبقى طعمها حلو برده. هبدا اضيف شويه ميه صغيرين كده عشان اسوي الجزر، واول ما يخش في التسويه يبقى نص سوا هبدا اضيف له بقيه البسله. خلاص الجزر استوى نص سوا معايا بالشكل دوت. هبدا اضيف له بقى بقيه البسله اللي عندي والجزر. هبدا اضيف كمان معلقه كاري. الكاري من الحاجات اللي بتدي طعم حلو للسوتيه. لو مش حابه تضيفيه خلاص، او لو مش متاح عندك خلاص بنكتفي بالملح والفلفل. ونبدا نزود شويه ميه عشان نسوي بيها بقى الخضار. طبعا احنا مش هنضيف ميه كتير عشان احنا سالقين البسله، فهتبقى مش محتاجه ميه معانا كتير. الميه يا دوب كده بتغطي وش البسله. وكمان بنبدا نضيف نص معلقه سكر. السكر بيدي طعم حلو قوي للبسله السوتيه، عامه بيدي طعم حلو للخضار. اي خضار انت بتطبخيه بعد ما بيخش في السوا او بيبقى نص سوا يعني زي كده بتروحي ضايفه له نص معلقه سكر، فبتديله طعم حلو قوي. اهي كده خلاص البسله خلصت معايا. انا ظبطتها وظبطت الملح بتاعها، وهبدا بقى اغطيها لحد ما تستوي معايا. الاول هسويها على نار عاليه شويه، وبعد كده بهدي النار معايا. ولو لقيتها محتاجه شويه ميه بضيف لها، او لو عندك شوربه بتضيفي الشوربه عشان لازم يبقى فيها صوص كده بعد ما بتستوي. بس الفراخ اهي اتدخلت في السوا معايا. هبدا دلوقتي اضيف بقى بقيه الرز اللي عندي في الحله ده، هضيفه هنا في الصينيه عشان ياخد بقى من طعم الفراخ والشوربه اللي موجوده فيها كده. البسله السوتيه بعد ما استوي وانا خليت فيها شويه سوائل كده عشان لما نيجي ناكلها يبقى فيها سوائل، نحط من دوت على الرز كده بالشكل ده. وده البابا غنوج انا ضفت له معلقه زيت زيتون كبيره، ده شكله. وهنا ادي الفراخ اهي بعد ما اتحمرت معايا بالشكل دوت. وانا ضفت كمان الرز هنا، وضفت شويه ميه صغيرين للرز لما حطيته في الصينيه كده، وغطيته شويه في الفرن، وبعد كده شلت من عليه السيلفر عشان ياخد شكل بالمنظر دوت. وديت وصفه النهارده، الفراخ المحشيه بالرز بالنعناع مع خضار سوتيه مع بابا غنوج، وبالهنا والشفا. واتمنى الوصفه تعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. بالهنا والشفا.